ماتش بيراميدز والمصري في الدوري خلص 0-0، هل ده يغير موقفك في حاجه؟ لا. طب تقول ان انت كنت يا ريتني كنت رحت، يا ريتني كنت، لا. برضه هي نفس القصه، ان موقفك واحد، هو موقفك مش بيراميدز ولا النتائج ولا حاجه. انا عايز العداله التحكيميه، انا عايز العب بتحكيم اجنبي. انت عملت القرعه الساعه 5 الفجر وسكت لك، ما عملتلكش حاجه، بقول لك بقى عايز تحكيم اجنبي. وبرضه مش مشكلتنا في ماتش الزمالك بالتحديد. الاهلي ثابت على موقفه في طول الدوري، هو مش هيكمل الدوري، مش ماتش الزمالك بس. عشان الناس تفهم بس انه القصه مش ماتش الزمالك والله خالص، القصه الدوري كله. انا مش هكمل الدوري غير لما العب الماتشات دي، ماتشات الحسم، بتحكيم اجنبي. طلبي موجود من الاول، وطلبته من بدري، من اول لما القرعه اتعملت، رغم ان القرعه دي اصلا فيها يعني قصه كبيره قوي، انها تتعمل وتتعلن الساعه 5 الفجر اساسا بدون وجود اي مندوبين للانديه فيها. بس تمام، يعني قلت لك ماشي يا سيدي، طب تحكيم اجنبي ما تعملش بقى كده. ما تيجي بقى النهارده بقى ايه، تقوم تخلي بيراميدز يتعادل